المعايير تاع الكاف هي التي تثير الجدل. فالاتحاد الافريقي لكرة القدم في هذه الحفلة في مراكش المغربية اثار الكثير من السجال. دعكم ايضا من افضل لاعب الذي اختاره وهو النيجيري اديمولا لقمان لاعب اتلانتا، لانه المغاربة يقولون كيفاش نحن الذين ننظم ونستقبل وندير الحفلة ونوكلوا ونشربوا، ومع التالي لا أشرف حكيمي ولا هم يحزنون. فقد فاز اللاعب أديمولا لقمان بالجائزة، وغضب مغربي مثل ما نقرأ في الصحافة، غضب مغربي بسبب هذه النتيجة. فيما يرتبط بالجزائر، نحن اللاعب بنزية كان دخل في سباق أحسن هدف، وتجاهل الكاف الهدف العالمي الذي سجله النجم الجزائري ياسين بنزية في شباك منتخب جنوب إفريقيا في مارس الماضي في دورة الفيفا الودية. بنزية لم يتأخر في الرد، رانا نشوفه في الصورة، قام بالسخرية من اختيار الهدف نتاع مابولولو في مرمى منتخب ليبيريا، وتعرفوا في كأس إفريقيا كوت ديفوار، وتعرفوا باللي كاين حتى من جنوب إفريقيا من قالوا أن ياسين بنزية يستحق لقب أحسن هدف. فهنالك سخرية كبيرة ليست من ياسين بنزية فقط، من هذه المعايير المقلوبة للكاف، ولكنها سخرية عامة لم تقتصر على اللاعب ياسين بنزية. فمعايير غير واضحة يعتمد عليها الاتحاد الإفريقي. هنالك هجوم أيضا في مصر على هذه النتائج بسبب تجاهل ما حققه المنتخب أو فريق الزمالك الذي يستحق أن يكون لقب نادي القرن الإفريقي في صالحه، وكثير من الأمور الأخرى. ولدينا الصورة نتاع موتسيبي يجلس هو وفوزي لقجع، ويبدو أن موتسيبي خدع لقجع مجددا، لأنه الكل كان ينتظر بأن أشرف حكيمي سيأخذ جائزة أحسن لاعب. وشوفوا راني نهضر بتجرد تام، ما قلت لا يستحق ولا لا يستحق. المهم أن معايير الكاف التي قلناها مرارا وتكرارا أنها غير مفهومة، الآن أصبحت غير مفهومة على الجميع ومقلوبة على الجميع. روح أنت وفهم الكاف كيف يفكرون وكيف يعتمدون القوانين والتصويت. للتعليق على هذه النتائج وأخبار أخرى معي زميلي ياسين معلومي رئيس تحرير الشروق اليومي في الرياضة. ياسين مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير قادة، تحياتي لك ولكل المشاهدين. ياسين، كنا نهضر على الكاف، بصح فينيسيوس جونيور حصل على جائزة بيست الفيفا. فأولا نبدأ بياسين بنزية، هدف عالمي يتم تجاهله، ما تفسير هذا؟ والله قد أشوف المعايير التي تعتمدها الكاف، سواء قاد في جوائزها السنوية أو في مثلا منح شرف تنظيم منافسة قارية لأي بلد، قد يعني غير مفهومة، قد معايير غير مفهومة ولا تستند إلى أي اساس. انا نظن قد انه مثلا لو ناخذ مثلا هدف بنزية، كيف قد مثلا هذا الهدف العالمي اللي كامل شافته قادة وكتبوا عليه كل الصحف العالميه، تجي مثلا اليوم انت تختار هدف اخر، والهدف قادة انه الذي تم اختياره هدف عادي وعادي جدا. اليوم والله يا قادة غير نشوف اللاعب بولبينا قادة في لقاء وفاق الصيف اللي لعب مع نادي بارادو، والله يا قادة غير هدف بولبينا احسن بكثير 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 من يعني الهدف الذي تم اختياره من طرف الفيفا. من طرف الكاف. واسمه اقصد من طرف الكاف. قد المعايير قد غير مفهومه، وانا نظن انه حتى اللجنه قد او الناس اللي يعني انتخبت ما انتخبتش على اساس مثلا يعني معايير او تنقيط مدقق. نظن قد المحسوبيه والمحبات هما يعني هذوما المعياران الاساسيان يعني اللذان يتم اعتمادهما يعني من طرف هذه الهيئه القاريه. ونظن قد انه الكاف مش هذه السقطه الاولى، يعني سقطه لو نجوم فقط قد جزئيه مهمه جدا. لو نجوم مثلا
شرف تنظيم مثلا المغرب لكاس افريقيا 2025. حبينا نفهموا واش هي المعايير. لما تشوف قادة مثلا انه هذا البلد مثلا قادة، حتى الناس في المغرب راهم يقولوا انه البلد تاعنا غير جاهز. اليوم انت تمد منافسه قاريه بحجم كاس افريقيا قادة وزيد تاخرها لانه الفيفا قالت لك لا، انا في مثلا في شهر جوان او جويلية انا عندي كاس العالم للانديه، انت تنظمها وفق التاريخ اللي نحبه. انا نظن قادة انه الكاف، وانا قلتها قادة مرارا، الكاف اصبحت دميه في يد الاتحاد الدولي لكرة القدم يعمل فيه واش يحب. وحتى لما نشوفوا قادة هذا اليوم قادة السخريه، انت قلت هو اسمه بنزيه، قادة كلهم راهم يسخروا على هذا. صحيح. انا اقول لك حاجه، هذه الجوائز قادة انا نظن هذا حسب رايي ما عندها لا معايير، اصبحت مسخره. اكثر من مسخره قادة. نقول لك اكثر من مسخره. شوف قادة، انا مثلا اليوم مثلا في المغرب يقول لك مثلا لو لماذا لماذا حكيمي يمدوا له، لو قادة لو مدوا احسن تلعب لحكيمي راح تكون يعني مسخره عالميه. شكون قادة؟ هذا لاعب عادي وعادي جدا يلعب في نادي باريس سان جيرمان. وش يعني علاش نمد يعني جائزه بحجم يعني احسن لاعب في افريقيا؟ يعني اللاعب هذا قادة احسن اللاعبين في افريقيا في السنوات الماضيه كان محمد صلاح، كان رياض محرز، كانوا كذا. قادة يعني هذا نجم عالمي. هو فقط انه التنظيم في مراكش وحضور حكيمي مع عائلته، حتى الصحفيين المغاربه انسحبوا من الحفل. يبدو بان شيئا ما يعني مستحيل انه حكيمي يذهب مع عائلته والصحفيون يحضرون ولقجع يشرف ويرعى الحفل بدون ان يكون هنالك خدعه موتسيبيه لم تكن متوقعه. خدعه موتسيبيه كما قلت، طبخه غدا. ايوه طبخه، الطبخه كما يقول لك لم تتم. يعني الطبخه لم تتم. وانا نظن قادة انه اليوم لما تحب تشري الاصوات ولا تدفع الورق